بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا ما أحلى ما شاء الله. حبة فستق حلبي يا غوالي. اليوم عطلة، والعطلة بدها مامونية، والمامونية حلبية، وفي منهم بيقولوا إدلبية، بس اللي بده ياخذ الوصفة الأصلية يجي لهون. قشطة يا غوالي، للمامونية بدي نص لتر حليب تقريبا، ضيف عليهم معلقة ونص سميد ناعم، بدي معلقة نشا هيك مليانة يا غوالي، معلقة سكر مشان حلاوتها، إذا بدكم إياها أحلى كتروا سكر. بنضل محركهم لحتى يسخن الحليب ويمسكوا ببعضهم، وقبل ما بيفوروا بنزل عليهم تقريبا نص معلقة كبيرة مي ورد. شايفين يا غوالي؟ هذا القوام اللي طالبه أنا. طنجرة يا غوالي بنزل كاسة رز، كاسة سكر عفوا، نزل عليهم كاستين ونص مي، هاي وحدة، هاي اثنين، وهي النص. بدي معلقتين سمنة على مقلاية واسعة، وكونه ما عندي مكان على الغاز فحطيت هي طنجرة الستانلس كمان بتصير. وننزل عليهم كوب من السميد الخشن، منضل نقلب فيه لحتى يصير لونه ذهبي. اذا ما في سميد خشن عندكم فيكم تنزلوا سميد ناعم، مو ناعم عفوا، وسط. بدي اللون يا غوالي، شايفين كيف؟ هذا اللون المطلوب. اذا بدكم اياها اغمق غمقوها، يعني عرفتوا كيف؟ حمصوها زياده كمان. منزلهم هون على المي، لازم يتنزلوا كلياتهم دفعه واحده، وهيك يا غوالي بخليها تغلي دقيقتين ثلاثه مو اكتر. بتكون خالصه يا غوالي، بننزل عليها معلقه سمنه وبنتركها ترتاح تقريبا 10 دقائق هيك لحتى يمزجوا مع بعضهم. بترخرخ شوي، اي رشة قرفة هيك ها، بدي شوي لوز مطحون، حبة فستق حلبي يا غوالي، بدكن اياه ناعم مطحون انتو احرار. هذا الشكل النهائي، شوفوا ما احلى ما شاء الله. شوف، طبعا الجبنة المشللة بهالشغلة هي اطيب شيء، لازم هي ما تنسوها، هي بعتبرها من المكونات الاكل الاساسية. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا، يا سلام يا سلام، ايش مكمل بعض، شو بكم بالحكي.